واحد بيسأل رجلي بتورم بقالها فترة، رجلين منتفخين، ايه اشهر اسباب تورم القدمين؟ اشهر اسباب تورم القدمين طبعا امراض الكلى، لما يكون في عندنا ضعف مزمن في وظائف الكلى، خاصة مع القصور المتوسط والشديد، خاصة اذا كان القصور ده مصحوب باللي احنا بنقول عليه زلال او بروتينات كتيرة في البول. تاني حاجة ممكن تعمل التورم ده ايه؟ ضعف شديد في عضلة القلب، اللي عندهم مشاكل في عضلة القلب، خاصة لو ما كانش بياخد علاج ممكن يحصل تورم في القدمين. تليف الكبد، واللي عندهم فشل كبدي وتليف في الكبد ممكن يحصل احتباس سوائل وتورم القدمين. دي اشهر الاسباب. في اسباب تانية، طبعا الدوالي، لو واحد عنده دوالي مزمنه في رجليه الاثنين ممكن يحصل تورم في القدمين. بعض الادويه بتعمل احتباس سوائل زي الكورتيزون والمسكنات المضاده للالتهابات، ممكن تعمل احتباس سوائل وتسبب تورم القدمين. فالكشف بواسطه مختص ومراجعة الأدوية والتحاليل الطبية بيوصلنا للسبب ونقدر نعالج السبب.